خلاصة مشاكل بيت العيلة ايه؟ غيرة الأم من مرات ابنها، وغيرة الست من حماتها، التدخل الزيادة عن اللزوم في خصوصيات الغير، بلاوي سودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، يا رب دايما تكونوا بخير. كنت نزلت بوست على الفيس عندي وعلى اليوتيوب القديم قبل ما احذفه بالغلط. القناة طبعا اللي موجودة دلوقتي لسه جديدة، ودعواتكم بقى ومجهودكم معايا عشان ارجع عدد المشتركين اللي كان موجود قبل ما تتحذف القناة بالغلط، الحمد لله. كنت نزلت بوست بقول فيه ان يا ريت كل واحد عنده مشكلة عن بيت العيلة يبعتها لي عشان نتكلم في الموضوع ده، لان كذا حد طلب مني ان انا اتكلم في موضوع بيت العيلة ومشاكله. ف اتفاجئت ان محدش رد على البوست نهائي ولا كأنه موجود. بس اتفاجئت اكتر بقى لما دخلت على الرسائل، والرسائل اللي هي الاخرى الاذر. لقيت رسائل كتيرة جدا مبعوتالي من رجالة ومن ستات، من حموات ومن زوجة الابن. ولاحظت ان المشاكل كلها بتتمحور في مشكلة الحما مع مرات ابنها، ومرات الابن مع حماتها، والراجل يا عيني اللي مزنوق في النص مش عارف يفلفص ومش عارف يعمل ايه. فبيت العيلة اكتشفت ان هو قنبلة موقوتة مستنية انها تنفجر في اي وقت. بصراحة انا من الناس اللي ضد فكرة الزواج في بيت عيلة نهائي. حتى كنت بقول لبنوتي انسي تماما ان يبقى فيه ارتباط بحد من العيلة ايا كان من طرف مين، لا طرفي ولا طرف والدك. وكنت بقول لابني كده، مفيش حاجة اسمها جواز من العيلة نهائي. يعني مش حتى بس انها تتجوز في بيت عيلة، لا، ولا تتجوز من العيلة ذات نفسها. لان المشاكل والخراب اللي الواحد شافه من جواز القرايب ومن الجواز في بيت عيلة خلاها حرفيا اتعقد. فكنت دايما بقول لهم لو حد فيكم فكر في الموضوع ده، فكر ان هو يتجوز من العيلة، ينساني، لا هحضر له الفرح ولا هخش له بيت. وكنت برضو بقول لمريم دايما بنوتي، انسي ان انت تتجوزي في بيت عيلة. لو جالك واحد مليونير وهيجوزك في قصر مع اهله، لا، انا عندي تتجوزي في عشة فوق سطوح وتبقي لوحدك وطولك انت وهو، لكن ما تتجوزيش في بيت عيلة. وكنت رافضة الموضوع رفض تام. وبرضك رافضة فكرة ان ابني يتجوز معايا. يعني عندي محمد ابني دايما يقول لي انا هتجوز معاكي في الشقه، اقول له لا انسى يا ستي، هي موافقه، ما فيش حاجه اسمها هي موافقه. انا رافضه الفكره، مش رافضه الفكره لبنتي واقبلها على ابني او مرات ابني، لا، انا رافضه الفكره عامه. فيقول لي طب خلاص هجيب شقتين في عماره ونسكن مع بعض، برضو اقول له لا. البعيد دايما قريب من القلب، دايما الحد اللي بعيد عنك دايما قريب من قلبك. لكن التواجد مع بعض في بيت واحد بيخلق مشاكل. حتى لو انتوا ملايكة هتلاقوا في مشاكل، هتلاقوا في غيرة، وهتلاقوا لا قدر الله في حقد، في غل، في عين بتحسد غصب عنها. لو بيت عيلة واخوات مع بعض، الاخ اللي ربنا كرمه اكتر هيبقى مبسوط له في حياته اكتر. وهتلاقوا لا، في محدش يحاول يقنعني ان في بيت عيله ما فيهوش مشاكل الا في حاله واحده بس، ان من الاول محطوط حدود. ان من الاول لا، إن انت في شقتك وده في شقته وده في شقته، وبنتجمع يوم واحد في الاسبوع، نقعد نتغدى مع بعض يوم الجمعه مثلا بعد الصلاه، نفطر مع بعض ونتغدى ونقضي اليوم كله سوا كعيله مترابطه بحب وود واحترام. وبعد كده شكرا، كل واحد في بيته، كل واحد في شقته. دي الحالة الوحيدة اللي هتلاقوا فيها بيت عيلة مستقر وهادي. غير كده
اراهنكم باللي انتوا عايزينه، ان حد يقول لي نموذج لبيت عيله في تداخل وفي طلوع ونزول كل يوم، واحنا كل يوم متجمعين عند ماما في الشقه، او لا انت تصحي من النوم تنزلي تفضلي قاعده عند امي وتخدمي الكل لغايه بالليل وبعد كده نبقى نطلع شقتنا. مفيش الكلام ده. الكلام ده ممكن كان زمان، هقول لك ايام النفوس كانت اصفى وانقى، وكان في بركه في كل حاجه، وكان في بركه في صحه الست ذات نفسها، تقدر تشيل بيت كامل طول اليوم وعادي، يبقى الدنيا بالنسبه لها عادي. لكن بنات اليومين دول وجيل اليومين دول خرعين، ما فيهمش صحه. الواحده من دول بتخلف مره خلاص صحتها ضاعت، فمش هيبقى في صحه انها تشيل يوم كامل في بيت عيله كامله. مفيش الكلام ده دلوقتي، مش هتلاقوا في الجيل اللي موجود دلوقتي واحدة تقدر تعمل كده. فبالتالي بيحصل مشاكل وبيحصل خناقات، ودي امك زعقت لي عشان مش عارف عملت ايه، والام مراتك ما بتحبنيش، مراتك مش طايقاني، مراتك مش عايزه تنزل تقعد معايا، مراتك مستخسره صحتها فيا. فتلاقي مشاكل ملهاش اول من اخر، وبالتالي يبقى احنا قاعدين على قنبله هتنفجر في اي وقت. لا اما البنت مش هتقدر تكمل في الوضع ده لو الحامه صعبه زياده عن اللزوم وبتتدخل في حياه ابنها بزياده. وغير ان بنات الجيل دوت ما فيهمش الصحه اللي تخليهم يخدموا اللي حواليهم، فالخصوصيه بقت دلوقتي شيء اساسي لا غنى عنها. مش هتلاقي البنت اللي تقدر ان هي تفضل قاعده من الصبح لغايه بالليل، وحماها واخو جوزها وجوز اخت جوزها طالعين داخلين وهي قاعده. هتلاقي في يعني من ضمن الرسائل اللي جات لي واحده بتقول لي انا دلوقتي بعاني من الام في المفاصل بتاعه الايد، وما بقتش لا اقدر اخدم حد ولا اشيل حاجه ولا اغسل مواعين ولا انظف شقتي، بسبب ان انا وانا لسه في اول جوازي كنا بنتجمع عند حماتي ونقف نطبخ ونغسل ونعمل، والرجاله بتاعت البيت موجوده، وانا من جوايا ما عنديش قابليه ان انا اعمل زي اللي حواليا والبس جلابيه بيتي بنص كم، او البس جلابيه مثلا بيتي بكم واشمرها وانا واقفه بغسل المواعين. او انا من طبعي ما بحبش ان حد يشوف اي جزء من جسمي، فبالتالي بفضل لابسه لبس الخروج العبايه والتحجيبه وافضل واقفه بيهم طول اليوم. لو غسلت مواعين وكمامي اتبلت بفضل قاعده فيها لغايه ما تنشف على ايدي. فدوت مره ورا التانيه ورا التالته وسنه ورا التانيه عملت لي التهابات في المفاصل ووجع في عظم ايدي، وما بقتش بقدر ان انا اعمل حاجه، وما بقتش اقدر اخدم ولادي وجوزي، بسبب ان انا كنت بتكسف اقول مش هعمل، كنت بتكسف اقول ومش عايزه اعمل مشاكل، فكنت بضطر ان انا اروح وافضل واقفه وقاعده طول اليوم متكتفه فما عاشتش حياتها، دي عاشت حياتهم، وفي الاخر اتضرت في صحتها مع ان هي مش مطالبه بده. طبعا كتير هيزعلوا مني دلوقتي، وايه اللي انت بتقوليه دوت وانت بتحرضي الستات ان هم ما يبقوش بارين باهل جوازتهم. لا، تبقى كويسه معاهم ومحترمه معاهم وتحطهم على راسها، لو جم عندها يتشالوا على كفوف الراحه. لكن ما ينفعش تجبر مراتك ان هي تفضل ليل ونهار قاعده مع اهلك، ما ينفعش، فين خصوصيتها؟ وهي دينيا مش مطالبه بده. انت اللي مسؤول على انك تخدم اهلك، انت اللي مسؤول عن خدمه ابوك وامك. معاك فلوس جيب لهم اللي يخدمهم بالفلوس، ما معاكش يبقى انت اللي تخدمهم، اختك اللي تخدمهم. لكن مراتك تعملهم باحترام وبأدب وتبرهم بالكلمة الحلوة، بالمساعدة اللي هي لو يوم في الأسبوع هتمشي الدنيا، اللمة اللي احنا متعودين عليها من زمان. لكن بقى بيت عيلة
وتنزل من صباحية ربنا لغاية بالليل، لا إما تبقى عادي بقى وتلبس بنص كم وشعرها هيبان وتبقى قاعدة براحتها قدام أخوك اللي طالع وداخل وجوز أختك وابن عمك لا إما تفضل متكتفة بهدومها، وفي الحالتين غلط. فمش معنى إن زمان كان في غلط بيتعمل إن إحنا نستمر عليه دلوقتي، لأ. أنا بقول لكم أنا ضد بيت العيلة قلبا وقالبا، لأنه بيدمر الخصوصية وبيدخل المشاكل في كل حاجة في حياتنا. ده انت لو طالعة بكيس من السوق بيبقى في 100 عين وعين على الكيس ده، انت جايبة ايه؟ لو اهلها جولها ولا صاحبتها جات لها مين اللي عندك وقعدت قد ايه وليه اتأخرت كده؟ ايه صوت الضحك والهزار ده؟ مش بيحصل يا جماعة ولا انا بألف؟ بيحصل. يبقى غلط، يبقى غلط. واكيد مش هتقدر تقول لرجاله العيله طول ما انا موجوده حضراتكم سيبوا الشقه لغايه ما اخلص الترويق واخلص الطبيخ واخلص غسيل المواعين عشان اقدر ان انا اعمل الحاجه دي براحتي، مش هينفع. فيا جماعه نستخدم عقلنا شويه، لان كميه الرسائل اللي جات لي انا لو قعدت قريتها لكم هناخد 10-20 حلقه، كل حلقه مش اقل من نص ساعه. فخلاصه مشاكل بيت العيله ايه؟ غيرة الأم من مرات ابنها، وغيرة الست من حماتها، التدخل الزيادة عن اللزوم في خصوصيات الغير. الأخ ده مراته تتدخل في حياة الأخ ده، والأخ ده يزعل الأخ ده عشان مراته ما سلمتش على مراته وهم طالعين. الأم أصل مراتك عملت لي الأكل ملح زيادة، أصل وهي بتديني كوبايه الشاي بلبن بصيت لي بصه ما عجبتنيش، امك مستقصداني وفي الدخله والخارجه انت معاكي ايه، انت جبتي ايه، مين اللي طالع مين اللي نازل. بلاوي سودة ومشاكل ملهاش اول من اخر. حلها ايه؟ حاجه من الاتنين، لا اما نخرج من بيت العيله وكل واحد يبقى في مكان منفصل ونتجمع يوم في الاسبوع يبقى احلى يوم في الدنيا، ونبقى فرحانين باللمه ونبقى وحشين بعض ومستنيين ان احنا نتجمع ومشتاقين ان احنا نقعد ونتكلم ونهزر ونضحك. لا اما يبقى في راجل عادل، راجل يعرف ان العدل مش معناه انه يظلم مراته او يبقى عاقل امه، ابدا. يدي لكل واحد حقه. لو مراته غلطانه تتأسف، ولو امه غلطانه يقول لمراته معلش حقك عليا، انا مش هقدر اقول لامي تتأسف لك بس وعد مش هيتكرر تاني. وفعلا يبقى حازم مع والدته. ما ينفعش تيجي على بنت الناس اللي انت خدتها من اهلها عشان تكرمها فتهينها انت واهلك. انت مش واخدها خدامه، لا انت واخدها هانم، ولازم تفضل تعاملها على انها هانم. فتبقى راجل عادل حازم في تصرفاتك وفي ردود افعالك عشان تعرف تعيش في هدوء من غير ما مشاكل بيت العيلة تهدلك بيتك. وانتي يا ست الكل اهدي على مرات ابنك شوية، ما هياش جاية تاخده منك، ما هياش جاية تاخده من حضنك. على رأي المثل ربي يا خايبة للغيبة. لا، انت زي ما بتحبي ان بنتك تتعامل باسلوب محترم وتبقى هانم في بيتها، خلي مرات ابنك هانم في بيتها. يا جماعة لو كل ام راعت ربنا في مرات ابنها اكيد ده هتشوفه في بنتها، فكما تدين تدان. فالموضوع كبير وهعمل لكم حلقة مخصوص اقرا لكم فيها، اكتب كده لان انا ما عنديش موبايلين فمش هعرف ان انا اصور واقرا لكم الرسائل، فهكتب الرسائل في كشكول وهعمل لكم صفحة هقرا لكم المشاكل ذات نفسها اللي جات لي بالنص، واقول لكم انا قلت لاصحابها ايه اللي المفروض يحصل عشان
نعدي المشاكل ونوصل بحياتنا لبر الأمان. أرجو إن أنا ما كنتش طولت عليكم، الموضوع مهم، وياريت لو حد فيكم عايش مشاكل بيت العيلة، وأنا واثقة إن هما كتير جدا، ابعتولي على رسائل الخاصة في الفيس، وأنا هخش أقراه زي ما قلنا، وهعمل حلقة هقرا فيها الرسائل دي وأقول نصايحي، يمكن يكون في حد عنده نفس المشكلة، فربنا يكرمني إن أنا أدي نصيحة مفيدة لحد يستفاد منها. ياريت بقى الاشتراك ونفعل زر الجرس، ونقترح أو نقول للناس على القناة بتاعتنا، يمكن كلامنا يقدر يهون على حد ويطبطب على قلبه بالكلام اللي احنا بنقوله والحلول اللي بنقولها. هتوحشوني، استنوني في حلقة جاية. سلام عليكم.